السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج كلمة حق. البرنامج النهاردة هنتكلم فيه عن انتهاكات العسكر ضد أساتذة الجامعة ونشأة حركة جامعة مستقلة، وإيه اللي قدمته حركة جامعة مستقلة في خلال عامين من حكم العسكر لمصر. بداية الأمر يعني مقدمة بسيطة. في بعد ثورة 25 يناير كان في مطالب معينة لأساتذة الجامعة وحلم لأساتذة الجامعة، وهو حلم زيادة المرتبات، لأن مرتب أستاذ الجامعة كان ضئيل جدا مقارنة بأي أستاذ جامعة في أي دولة عربية أو يعني حتى أفريقية. واتعملت كذا مؤتمرات وندوات ومناشدات وزيارات لرؤساء مجالس الوزراء المختلفة في أيام المجلس العسكري ولوزراء التعليم العالي. وكان في 4 مطالب أساسية لأساتذة الجامعة. كان المطلب الأول والأهم هو انتخاب القيادات الجامعية. كان قبل ثورة 25 يناير كان عميد الكلية ورئيس الجامعة ورئيس القسم كان بيعين، يعني ما انت مالكش أي رأي في تعيين أي قيادة جامعية. يعني كان المرضي عنهم من نظام مبارك بيعينوا رئيس جامعة، واللي مرضى عنه من رئيس الجامعة بيعين كعميد كلية أو كرئيس قسم. يعني فكان المطلب الأول هو انتخاب القيادات الجامعية. المطلب الثاني كان في شريحة من شرائح أعضاء هيئة التدريس، هي المعيدين والمدرسين المساعدين، كانوا مهمشين إلى حد كبير. فكان المطلب الثاني إن هم يبقى ليهم صوت ويبقى ليهم يعني رأي في اختيار مواد البحث العلمي ومواد تسجيل رسالتي الماجستير والدكتوراه وهكذا. وكان ده مطلب مهم لأن ده الشباب هو طبعا قاطرة التقدم في أي دولة. يعني المطلب الثالث كان زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس. وطبعا مرتبات أعضاء التدريس كانت هزيلة جدا جدا مقارنة بأي عضو هيئة تدريس في أي جامعة، وكانت العقول كلها بتهج من مصر وتروح دول الخليج أو الدول المختلفة الأوروبية، لأنها مش لاقية ما يقدر ثمنها في مصر، يعني أو يقدر علمها في مصر. كان على سبيل المثال كان أستاذ المدرس الجامعي اللي هو في وسط السلك الجامعي. السلك الجامعي بيتكون من معيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ. كان المدرس اللي هو في النص كان ممكن ياخد دكتوراه من أمريكا أو أي دولة متقدمة في العالم، يرجع مصر بياخد 1800 جنيه. فكان طبعا حاجة هزيلة جدا، وكان معظم الناس ما بترضاش ترجع أو بتستمر بره أو بترجع شوية وبعدين ترجع تاني بره من الوضع اللي هي بتشوفه. والمطلب الأخير كان زيادة ميزانية البحث العلمي للصرف على الأبحاث العلمية المختلفة. زي ما قلت في الأول اتعملت مؤتمرات وندوات ومطالبات، محدش حل المشكلة دي بشهادة الجميع، حتى من يعارضوا حكم دكتور مرسي، إلا الدكتور مرسي لما مسك الحكم ومجلس الشعب من قبله. اتقدمت المطالب دي لمجلس الشعب وتوافق عليها في مجلس الشعب. المجلس العسكري راح موقفها إلى أن تم انتخاب دكتور مرسي، وتم الدكتور مرسي وافق على هذه القوانين، وعمل اجتماع مع رؤساء جامعات ورؤساء نوادي أعضاء التدريس المختلفة. وكان يوم يعني أتذكر اليوم ده كان فيه فرح عارم حتى على صفحات تواصل مختلفة لأساتذة الجامعة، إن مرتب المدرس انتقل من 1800 ل 5000. فكانت نقلة قوية جدا، وكان ده يعني نصر يعني القضايا الجامعية، وكان أمر يعني مبشر جدا. مع نفس هذا القرار تم اتخاذ الحق أو إعطاء قانون آخر في انتخاب القيادات الجامعية. وكان عرس ديمقراطي في الجامعات المختلفة، إن كل كلية بتنتخب العميد، أو كل قسم بينتخب رئيس القسم، ثم كل كلية بتنتخب العميد، وكل جامعة أو كل كليات بتنتخب رئيس الجامعة. وكان يعني أمر جيد جدا. وأفرز هذا الأمر على وجود بعض العمداء وبعض رؤساء الجامعات الثورجيين والمنادين بتطور البحث العلمي، غير اللي كان بيحصل قبل كده. الناس اللي كانت موجودة يعني اللي هي بتتبع نظام محدد ولا تبالي بقضية البحث العلمي بشيء. حصل الانقلاب العسكري، بارك من بارك من أساتذة الجامعة الانقلاب العسكري، وعارض من عارض. ومع بداية عام 2014 ونهاية عام 2013 بدت أول انتهاكات العسكر ضد أساتذة الجامعة. الانتهاك الأول هو إضافة مادة 25 لقانون تنظيم الجامعات اللي هو رقم 49. المادة 25 بتنص على إيه؟ لا إلغاء انتخاب القيادات الجامعية، ويتم تعيين رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية. رجعنا لعهد مبارك من تاني. دي كانت أول ضربة لأساتذة الجامعة.
وبناء على هذا القرار تم اختيار رؤساء الجامعات في الجامعات المختلفة، وتم عزل بعض رؤساء الجامعات كرئيس جامعة المنيا ورئيس جامعة بورسعيد بحجة ان هم ينتمون لجامعات اخوانية وجامعات ارهابية، والكلام اللي هو بيقال في كل المواقف. ده كان القرار الاول، القانون الاول. القانون الثاني اضافة مادة 43 لقانون تنظيم الجامعات، وهي ان يتم ايضا تعيين وليس انتخاب رؤساء الاقسام وعمداء الكليات. فالمكتسب الاول من ثورة 25 يناير ومن نضال عام كامل من اساتذة الجامعة اتمسح كله في قرار من كان قائد الانقلاب العسكري وقتها عبد الفتاح السيسي، وكان الرئيس المزيف المؤقت عدلي منصور بهذه القرارات الظالمة. ابتدى بقى رؤساء الأقسام وعمداء الكليات يعينوا من رئيس الجامعة، وابتدت رجعت ريما لعادتها القديمة تاني، ولا كأن الناس نضلت سنة، ولا كأن في ناس ضحت بسنين كثيرة من عمرها في القضايا الجامعية. ده المطلب الأول، ملهش علاقة بإخوان، وملهش علاقة بما حدث في رابعة والنهضة، وملهش علاقة بطلاب في الجامعة، وملهش علاقة بأساتذة الجامعة ضد الانقلاب. ده أمر ليه علاقة بكل أساتذة الجامعة. ده كان يعني المكسب الأول اللي أخذناه من ثورة 25 يناير، اللي هو أزيح بعد الانقلاب العسكري. الحاجة الثانية كان في مادة اسمها 184 مقرر، وهي يحق رئيس الجامعة فصل الطالب فصلا نهائيا إذا أثبت أن هو، وحط بقى مواد مطاطيه بعد كده، يثبت ان هو تشارك في مظاهرات تخريبيه او مش عارف عطل عمليه تعليميه، اللي هي البنود المطاطيه اللي ممكن لو طالب طلع قال رايه يحط له اي بند منهم. كانت هذه الماده الظالمه هي السبب في فصل العديد، وما وصلنا لحوالي 1500 من طلاب الجامعات المفصولين في جامعات الازهر والقاهره والمنصوره والجامعات المختلفه. احنا كنا بنحلم في 25 يناير ان احنا نعلي وندي الطالب الجامعي قيمة والبحث العلمي قيمة. بعد الانقلاب شوف اللي بيحصل، يعني انت مالكش صوت، استاذ الجامعة ما ينفعش يقول صوته، احنا هنجيب لك رئيس قسمك وعميد كليتك ورئيس جامعتك بالتعيين، انت مالكش رأي خالص. والامر تطور ان الطالب اللي هيفتح بقه هيتفصل فصلا تاما في الجامعة، وده اللي حصل بعد كده في 2014 بداية 2014 والى الان. يعني المادة 104 اللي اضيفت برضو لقانون تنظيم الجامعات، وهي ان يحق رئيس الجامعة فصل استاذ الجامعة. الامر تعدى الطلبة بقى، خلاص احنا خلصنا على الطلبة وخلصنا على التعيينات وخلصنا على الانتخابات عفوا، وبقت بالتعيينات. هنخش بقى في سياسة الجامعة. اي استاذ جامعة هيشارك في كان في الاول يفصل استاذ الجامعة بعد مجلس تأديب، ولازم يكون في الفصل ليه سببين: يا اما قضايا مخلة بالاداب كقضايا اخلاقيه او سرقه علميه، او بيعطي مثلا دروس خصوصيه او بينتهك القواعد الجامعيه. هم راحوا مضايفين بعض البنود الاخرى، ان هو اذا شارك عضو هيئه تدريس في مظاهره تعطل العمليه التعليميه، واذا حرض على العنف، واذا طبعا هذه برضو نفس الامر، نفس القضايا المطاطيه اللي هي ممكن لو رئيس الجامعه مش عاجبه اي استاذ في الجامعه ممكن يفصلوا بهذه القرارات، وقد تم بقى مع العديد من زملائنا في الجامعه. وسط هذه الانتهاكات وتغيير قانون تنظيم الجامعات كان لابد من إنشاء حركة حرة وطنية توثق وتدافع عن كل أساتذة الجامعة وعن كل يعني الأعراف الجامعية وكل قضايا استقلال الجامعة وسط الانتهاكات، وسط يعني ما يحدث من قيادة الانقلاب العسكري. تم إنشاء حركة جامعة مستقلة في آخر ديسمبر 2013، وابتدت تعمل وقفات في جامعة القاهرة، والوقفات كان كل الناس شايفينها وعارفينها. وابتدت هذه الحركة تحارب بشدة من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات المختلفة. وكنا يعني كانت الحركة بتعمل وقفات متزامنة في جامعة المنصورة وجامعة الزقازيق وجامعة القاهرة، وكان الأغلبية كان في جامعة القاهرة. في جامعة القاهرة وحدها الحركة عملت حوالي 25 مظاهرة ووقفة، منها ما يتلاحم مع الطلاب ومنها منفصلة، وعملت أكثر من 12 مؤتمر، ووثقت كل الحاجات دي في كتيب اسمته انتهاكات العسكر وجرائمه ضد أساتذة الجامعة. الكتيب ده يعني نشر وعرض للجمهور في نوفمبر 2014 عفوا في نوفمبر 2000 في يونيو عفوا في يونيو 2015.
اصبح سهل التحديث بعد ذلك، ان احنا ممكن نحدثه كل 6 شهور، لان لسه ما زالت الانتهاكات ضد اساتذه الجامعه مستمره. الكتيب فيه كذا، يعني الكتيب هو ما يحكي ما قامت به حركه جامعه مستقله من توثيق للقضايا المختلفه التي تعرض، او الانتهاكات المختلفه التي تعرض لها اساتذه الجامعات. الانتهاكات المختلفه قسمناها لمجموعه من البنود. البند الاول هو تغيير قانون تنظيم الجامعات اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، البنود المختلفه اللي تمت في قانون تنظيم الجامعات. البند الاخر هو اعضاء هيئه التدريس، اعضاء هيئه التدريس الشهداء. نعم، هناك اعضاء هيئه التدريس قتلوا بعد الانقلاب العسكري. احنا عندنا 13 عضو هيئه تدريس قتل منذ الانقلاب العسكري، كان اولهم استاذ الدكتور ياسر طه، استاذ في كليه الطب جامعه الازهر، وده اول شهيد من اساتذه الجامعه، وده قتل في مجزره الحرس الجمهوري في ايام اعتصامي رابعه والنهضه. واخرهم الدكتور محمد نصر، استاذ بكليه الزراعه جامعه قناه السويس، وده راجل واخد الدكتوراه من فرنسا، واستاذ كبير وعالم في الكليه في الجامعه بتاعته، والجميع يشهد له بالاخلاق. تم اتهامه بقضايا ارهابيه، وتم تصفيته جسديا في شهر 9 الماضي، وتحفظوا على الجثه والاسره ما تعرفش، وتم ابلاغ الاسره منذ اسبوعين فقط ان هناك، يعني تعالوا خدوا القتيل بتاعكم، وتعالوا خدوا القتيل، احنا كان متهم بقضايا ارهابيه وقتلوه. يعني الشرطه قتلت الاستاذ وتحفظت على جثته شهرين، وبعدين ابلغت الاسره بعد ذلك، كما تم مع اكثر من حاله، يعني من زي شباب 6 اكتوبر وزي الحالات المختلفه التي تتم. يعني الدكتور محمد نصر كان من ضمن الناس اللي قتلوا في اوسيم بعد عيد الاضحى المبارك. لو حضراتكم تفتكروا ان في مجموعه قتلت في اوسيم، وقالوا دول مش عارف دول تجار سلاح، بعدين قالوا لا، الشرطه قالت لا دول ارهابيين، بعدين قالوا لا دول ما اعرفش كذا. فوجئوا ان الدكتور محمد نصر، اسرته فوجئت ان الدكتور محمد نصر ده واحد منه، هو طبعا كان هربان لانه كان بيبحثوا عنه لترفيق القضايا المختلفه، وفوجئت ان الراجل قتل. ربنا يعني يتقبلهم من الشهداء 13 ويعني ينتقم ممن قتله. ده البند رقم 2. البند الاول هو كان انتهاكات العسكر في قانون تنظيم الجامعات نفسه، والبند الثاني هو مع الشهداء من اعضاء التدريس. البند الثالث هو عدد المعتقلين من اساتذه الجامعه. عدد المعتقلين من اساتذه الجامعه احنا وصلنا ل 250 معتقل من اساتذه الجامعه منذ الانقلاب العسكري حتى الان. اخرهم منذ ايام قليله هو الدكتور خالد عاطف، مدرس مساعد في كليه اصول الدين بالمنصوره، جامعه الازهر بالمنصوره. دكتور خالد عاطف ده كفيف، يعني تخيلوا حضراتكم اخر استاذ جامعه اعتقل واحد كفيف، وخد 15 يوم، النيابه اديته 15 يوم لاتهامه بقلب نظام الحكم والانضمام لخليه لجماعه ارهابيه وتكوين خلايا. راجل كفيف، يعني العمر تعدى يعني الانتهاكات تعدت الوصف، ان انت مش بتعتقل الطلاب بس مع احترامنا وتقديرنا ليهم، ولا تعتقل اساتذه الجامعه بس، لا انت انتقلت لاعتقال اساتذه الجامعه الكفيف، يعني استاذ جامعه كفيف بتعتقله، وده امر بصراحه يعني يفوق الوصف. وده ان دل على شيء يدل على التخبط الرهيب في القرارات اللي بيقوم بها الانقلاب العسكري وادارته، ان هو حتى مش عارف يحكم. يعني في ايام مبارك مثلا لما كانت الامور مستتبه لمبارك، ما كانش بيقرب ناحيه اساتذه الجامعه ولا ناحيه الطلاب، وكانت الامور هو خلاص قاعد في حكمه ومستقر، فكان ساكت، وكان يعني بيتظاهر بالحريات بان هو يترك الجامعه ويترك اساتذه الجامعه. لكن ما يفعله هذا المجرم الان ده ان دل على شيء يدل ان هو يعني في عدم استقرار تام في حكمه، وفي عدم يعني امان حتى للي حواليه. وده يعني ندلل عليه من القرارات المختلفه اللي بياخدها، وحتى تصريحاته وطريقه كلامه وطريقه يعني خروجه في الاعلام. واحنا بنشوف بقى يعني كل ما بيطلع في الاعلام في حاجه بيبقى فيه افيهات بعدها بالاسبوع على طريقه كلامه. يبقى شهداء في اساتذه الجامعه، انا عايز الساده المشاهدين يحفظوا الارقام دي كويس جدا. الشهداء في اساتذه الجامعه 13 شهيد، المعتقلين 250، اخرهم دكتور كفيف هو الدكتور خالد عاطف. المعتقلين في ناس تم الحكم عليهم، تم الحكم على 9 اساتذه من الجامعه بالاعدام. 9 اساتذه من الجامعه بالاعدام، يعني هم اعدموا 13 واحد عن طريق القتل المباشر في الشارع، من اول دكتور ياسر طه الى الدكتور محمد نصر، القتل المختلف في الاحداث المختلفه. واعدموا او اصدروا احكام بالاعدام على 9 من اساتذه الجامعه من 250 المعتقلين. في من ضمن الاساتذه الجامعه المعتقلين والاحكام اللي صدرت ضدهم، في 5 من اساتذه الجامعه محكوم عليهم بالمؤبد، يعني ال 250 منهم 9 اعدام و5 مؤبد.
ده الحال في الجامعات المصرية بعد الانقلاب العسكري. طبعا يرجع الفضل لزملائنا الأفاضل في حركة جامعة مستقلة بعد الله سبحانه وتعالى في توثيق وتجميع هذه البيانات. هذا الأمر واخد مجهود عامين بفضل الله في حركة جامعة مستقلة، في أستاذ أو أكثر في كل كلية في الجامعات المختلفة، بحيث إن أي حد يتعرض للاعتقال أو يتعرض لانتهاك معين بيبلغوا الحركة، والحركة بتبدأ أضعف الإيمان إن احنا نوثق هذه الأحداث، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني ندافع عن أستاذ الجامعة المعتقل أو المعاقب إداريا عن طريق القضاء، اللجان الحقوقية المختلفة أو مؤسسات حقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية، حتى لو ما كانش بتجيب يعني صدى قوي، ولكن معذرة إلى الله احنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نعمل اللي علينا. الكتيب اللي موجود ده هيبقى دليل شرف لكل الناس اللي موجودة فيه، يعني كل ال 250 واحد المعتقل وال 13 شهيد، ولسه هنكمل باقي الإحصائيات. الحاجات الموجودة دي هتبقى شرف، والكتيب ده هيبقى شرف الجامعات بعد كده، واحنا على يقين تام بكده. بس ممكن واحد يسأل هو انتوا بتعملوا ايه؟ تاخيركم مثلا بتسجلوا البيانات، بتسجلوا كذا. اذا كان في الوقت الحالي لا نستطيع الا اننا نتواصل مع اسره المعتقل من اساتذه الجامعه ونديها النصائح المختلفه ونوصلها بالمحامين الاكفاء، ونحاول بقدر الامكان نشر القضيه اعلاميا ونوثق هذه الاحداث، فاعتقد ده معذره الى الله في الوقت الحالي في ظل الظروف الحاليه، ده يعني مش هنقول يكفي، ولكن ده معذره الى الله. ان شاء الله هيجي وقت البيانات دي هتطلع والقضايا دي هتطلع، وهنقول ان في استاذ جامعه تم الحكم عليه بالاعدام في القضيه رقم كذا كذا، واللي حكم عليه هو القاضي رقم قاضي الفلاني، وكانت البنود اللي قدامه اللي حكم بيها كانت بنود ظالمه جدا، وهيعرض كل الكلام ده للناس زي احنا بنعرضه دلوقتي في اطار ضيق، هيعرض في اطار واسع. يعني هذا الامر لن يمر في الدنيا ان شاء الله ولا في الاخره باذن الله تعالى. اوكي. طبعا باقي الانتهاكات اللي احنا او الاحصائيات اللي احنا جمعناها في امور اخرى، رقم احنا خدنا 1 و2 و3. 1 هو القوانين التي بدلت، و2 هو الشهداء، و3 المعتقلين. وان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم على المعاقبين اداريا، ودي فيها يعني كلام كثير من اساتذه الجامعه. ان شاء الله بعد الفاصل، نراكم بعد الفاصل. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد
أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التالي، مجدنا التالي. موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا يهزنا. عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف. يا هناك في علاك قاهرا عدا، قاهرا عدا. موطني موطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كنا قبل الفاصل تكلمنا عن ايه المميزات اللي اخدها الوسط الجامعي بعد ثورة 25 يناير، وايه يعني الحقوق التي انتزعت منه بعد الانقلاب العسكري، ونشأت حركة جامعة مستقلة، وأعداد هيئة تدريس الشهداء منذ الانقلاب العسكري هم 13 عضو هيئة تدريس، وأعضاء هيئة تدريس المعتقلين هم 250 معتقل، منهم 9 محكوم عليهم بالإعدام و5 محكوم عليهم بالمؤبد. وهنخش دلوقتي في البند الرابع وهو أعضاء هيئة تدريس المعاقبين إداريا. في نوعين من العقاب الإداري، في عقاب إداري إيقاف عن العمل أو إحالة للتحقيق، وفي عقاب إداري فصل. أعضاء هيئة تدريس المعاقبين إداريا 134 عضو هيئة تدريس معاقب إداريا. أعضاء هيئة تدريس المفصولين فصلا نهائيا هم 42 عضو هيئة تدريس مفصول نهائيا، منهم 15 واحد في أكبر جامعة في مصر وهي جامعة القاهرة. أنا عايز أتوقف بس هنا حتة في العقاب الإداري. طبعا في المعتقلين في يعني قضايا وحكايات تحكى لكل عضو هيئة تدريس معتقل. في عضو هيئة تدريس اللي كان مسافر مؤتمر واتخذ من المطار، في عضو هيئة تدريس اللي اتخذ من المدرج بتاعه، في عضو هيئة تدريس اللي اتهم بقطع طريق قليوب، في عضو هيئة تدريس متهم بسرقة شقق بين السرايات. نعم، في عضو هيئة تدريس متهم بسرقة غسيل، وهكذا موجود نصا في الاتهامات. لو حضرتك تتذكرون في اعتصام نهضة كان حصل اعتداء من بعض الأهالي الموجودين بين السرايات على معتصمي النهضة، وحصل قر وفر في يوم 2/7 قبل بيان الانقلاب العسكري. وبعد ما حصل الفض والسلطات الانقلاب ابتدت ترتب بعض القضايا، يعني حطوا قضية فيها بعض أساتذة الجامعة، حوالي 5 أساتذة جامعة، وحطوا فيها السبب ان هم اعتدوا على السكان في بين السرايات وسرقة بعض يعني الممتلكات من الشقة منها الغسيل. يعني الاعتقال ده فيه قضايا فكاهية كتيرة جدا. في المعاقبين إداريا يعني حدث ولا حرج. يعني على سبيل المثال أستاذة جامعية في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أستاذة فقه،
الأستاذة بتشرح كل سنة تفاسير القرآن. تفاسير القرآن في كذا عالم جليل فسر القرآن. من ضمن تفاسير القرآن تفسير سيد قطب، الإمام الشهيد سيد قطب. جاست بمجرد ان هي فسرت القرآن وفسرت اخذت جزء من تفسير القرآن للإمام سيد قطب، تم فورا احالتها للتحقيق وقفها 3 شهور عن العمل وخصم نصف الراتب. يعني هي ولا اتكلمت في سياسة ولا اتكلمت في ثورة ولا اتكلمت في انقلاب ولا اتكلمت في مرسي ولا اتكلمت في عهد انقلابيين ولا اتكلمت في فصل زمايلها ولا اتكلمت في اعتقال زمايلها ولا اتكلمت في قتل طلاب في الجامعة ولا اتكلمت هي كانت بتفسر القرآن بالتفاسير المختلفة المعتمدة من كلية دار العلوم. دي حالة من الحالات. من ضمن الحالات الأخرى أكثر من أستاذ جامعة تم إيقافه عن العمل بل وفصله بسبب بعض الكتابات على صفحات التواصل الاجتماعي. انتهاكات أخرى، أستاذ في جامعة الأزهر بيناقش رسالة بيناقش رسالة الدكتوراه، باحث في جامعة الأزهر، هو مدرس مساعد بيناقش رسالة الدكتوراه، وكان كاتب في المقدمة إهداء لروح شهداء الثورة المصرية. حتى ما الراجل ما قالش رابعة والنهضة يعني، وما حددش مع انها شرف لأي حد ان هو يقولها. الراجل عمل مقدمة في الأول في مقدمة الرسالة بتاعته ان هو بيهدي الرسالة دي لشهداء الثورة المصرية. طبعا هم لا يعترفوا بثوره 25 يناير، حتى لو حاولوا يجملوا صورتهم كده في الاعلام شويه ان احنا دي الثوره الاولى 25 يناير وكما يدعون الثوره الثانيه هي ثوره 30 يونيو، ولكن هم في واقع نفسهم لا يعترفوا ب 25 يناير، لان 25 يناير هي اللي فضحتهم. فتم منع هذا المدرس المساعد من يعني نيل الدرجه العلميه بتاعته، هي درجه الدكتوراه، وتعطيل كل الاوراق الخاصه به من قبل رئيس جامعه الازهر السابق. في حالات اخرى كثيره من المعتقلين من اساتذه الجامعه، عفوا من المعاقبين الاداريين من اساتذه الجامعه، واحد اعتقل. يعني عندنا استاذ جامعه في القاهره اعتقل، بمجرد ان هو بيعتقل بيتم ايقافه عن العمل وخصم الراتب بتاعه. طب ده منطقي؟ يعني تخصم راتبه وايقافه عن العمل والحجه ان هي مثلا نشوف القضيه اللي اتمسك فيها، لو قضيه مخله ماشي، مخله بالشرف ولا كذا. ولكن استاذ جامعه يعتقل والنيابه والمحكمه تطلعه براءه، يرجع يروح الجامعه بتاعته يلاقي نفسه اتفصل، ده كلام يعني لا يقبله عقل. طب انت على اي اساس بتفصله؟ يعني هو مختفى قسريا، يعني هو مش بايده، وده قانون في الجامعه من ايام عبد الناصر. حتى اللي كان استاذ الجامعه بيعتقل كان الوظيفه بتاعته بتحفظ، لان هو اختفاء بدون، او هو اسمه غياب بدون اراده، يعني هو مش بيرتل، هو بيغيب. عندنا كذا حالة، الحالة اعتقلت خدت سنة أو سنة ونص أو سنتين، وخرجوا بعد طبعا كانوا بيلفقوا لهم قضايا معينة، وبعد ما اتبهدلوا سنتين قال لهم معلش انتوا ما عليكوش قضية، أو خدوا خلال سبيل. راجع الدكتور يستلم عمله في الجامعة فوجئ إن هو اتفصل. يعني هو لم يشارك في أي حاجة جامعية، هو بعد الفض اتمسك يوم الفض، راح السجن، طلع من السجن يروح يستلم عمله، اتفصل فصل نهائي. طبعا علشان خاطر تروح دايره من دوائر القضاء الاداري، وان انت يعني تروح محكمه اداريه وان انت تطلب حقك، يعني ان شاء الله مش هيوصل الامر يعني لسنين، يعني خلينا متفائلين، ولكن الامر بياخد سنين يكون مستقبل هذا الشاب او هذا المدرس الجامعي او هذا الاستاذ الجامعي ضاع، ويبحث عن عمل اخر لاولاده او كذا، ما لم يكون مطارد بقى في قضايا اخرى يعني. فده ملخص سريع لحالة الجامعة اللي بيحصل في جامعة القاهرة مؤخرا، من قيام رئيس الجامعة من منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس بسبب النقاب، وللأسف يلاقي بعض المباركة والتأييد من بعض قيادي حزب النور اللي احنا يعني اللي كانوا بيحطوا وردة عشان ما يحطوش صورة يعني المرشحة بتاعتهم. ده أمر بصراحة فاق الوصف. ايه اللي وصل رئيس الجامعه ان هو يعمل القرار ده؟ لان القرارات الاولانيه اللي احنا حكينا عنها مرت مرور الكرام، او اللي حاول يقف ضده يا اما اعتقل يا اما فصل، وكان في نتيجه سلبيه من باقي اعضاء التدريس. طبعا لما لقى الامر رقى ليه هو وغيره من اساتذه الجامعه، بدا يخش في الامر الاصعب والامر الاقوى، وهو اغلاق وهدم الزوايا والمساجد في جامعه القاهره. ده الامر ده ما يعملوش انسان عاقل ولا انسان يعني مسلم ولا انسان يتقي الله. هيجي حد يقول لك طب ما هو بنى مسجد تاني في جامعة القاهرة، هو طلع في الإعلام وقال كده. يعني القرار هو هدم وغلق. إذا كان بنى مسجد آخر واحد
لهدم المسجد التاريخي الأثري في كلية التجارة جامعة القاهرة، ولكن هو أغلق أكتر من 100 مصلى في جامعة القاهرة. عشان أوضح الصورة لحضراتكم، أنا كنت بدرس في كلية علوم قبل الفصل التعسفي. كنت بدي مثلا سيكشن في الدور الرابع في مبنى كلية في مبنى الفيزياء في كلية العلوم. السكاشن او المحاضرات العمليه بتاخد 4 ساعات، فبيخش الظهر في العصر مع بعض. فالطالب بيستأذن، بينزل المصلى اللي في الدور الاسفل، الدور الرابع او الدور الثالث، يصلي ويطلع على طول في خلال دقائق، وبالتناوب كده الطلاب مع بعض بدون اي بلبله وبدون اي ضاعه للوقت. طب انت دلوقتي وقفت كل المصليات دي في كل الاقسام وفي كل الكليات، وعايز الطالب ينزل من مدرجه او من معمله يروح لغايه نص الجامعه عشان يصلي في المسجد الواحد اللي انت عملته في جامعه عند كليه التجاره. ده هيضيع وقت قد ايه؟ اعتقد على الاقل نص ساعه عقبال ما ينزل ويمشي من اول الجامعه لغايه نص الجامعه ويرجع تاني، هيضيع نص ساعه. طب ولو عنده محاضره ساعتين ولا عنده معمل 3 ساعات هتضيع له نص ساعه. هتلاقي كثير من الاساتذه هيرفضوا ان هو يطلع، وكثير من الطلاب هتكسل ان هي تروح تصلي. فده منع لمساجد الله ان هي تقام فيها صلواته، ده منع. فالامر مش امر هدم واحد وبنى واحد شكله حلو جديد، لا، الامر خاص بمنع وهدم، يعني هو اغلق وهدم. ايه اللي وصلهم للامر ده؟ لان اساتذه الجامعه ساكته، كل الطلاب الشرفاء اللي ليهم صوت ما بين مفصول ومعتقل مفصول مطارد. فالامر ده هو خلاص وجد ان في انتهاك صريخ، وجد ان هو في الامر يعني الامور يعني لانت بين يديه، فهو بيعمل اللي هو عايزه، محدش هيعاقبه. اذا كان رئيس الدوله هو يعني ما بيفرقش بين الملحد وبين المسلم وبين كذا، وبينتهك في الاسلاميين وقتل الناس في المساجد المختلفه وهدم مساجد واغلق مساجد، واعتقد ما حدث في رابعه ومسجد القائد ابراهيم في اسكندريه يعني خير دليل يعني. فده الوضع في الجامعه. الوضع اللي بيحصل في الجامعه احنا بقدر كان بنحاول نوثقه. يعني ممكن حد يسأل سؤال، طيب اخرتها ايه؟ يعني انتوا كحركة ممكن تقدموا ايه؟ ايه مقترحكم؟ وده سؤال وجيه وسؤال منطقي. اللي كان بضرنا احنا واحنا صغيرين ان احنا قرأنا تاريخ غلط، ان احنا لما قرأنا تاريخ غلط. قعدنا نظن 30 سنة ان مبارك هو قائد الضربة الجوية، وقعدنا نظن ان مش جمال عبد الناصر هو البطل الهلامي، وقعدنا نظن كذا، لان ما كانش في ماده ثانيه احنا ممكن ناخد منها. يعني كان احنا بناخد من الجانب الدولي من الدوله، وكنا بنستوعب هذه الاشياء او ما نستوعبهاش، خلاص ما هي اللي قدامنا الوحيده. احنا دلوقتي امام مسؤوليه كبيره جدا امام الله، ان احنا نوثق كل الاحداث دي. ده غير طبعا الدعم الحقوقي والدعم الاعلامي، ده خليه على جنب، ولكن نوثق كل الاحداث والانتهاكات تمر بها الجامعات المصريه. لان ان شاء الله عاجلا او اجلا هيحصل فرج من عند الله سبحانه وتعالى. ولما يحصل الفرج ده مش هيبقى زي 25 يناير، معلش نعيش مع بعض بقى ونتعايش ونحتوي بعض ومش عارف وده يبقى معانا. لا 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 لا، الامر هيبقى بالورقه والقلم. كليه كذا، انا بتكلم على الجامعه بس، انا بتكلم على الشغل الخاص بيه خاص الجامعه. كليه كذا جامعه كذا كان فيها عميد كليه بيبلغ على الطلبه. ده بقى نشوف الحل وقتها ايه اللي يتعامل معاه، ايه الحل الثوري او الحل القضاء العادل او الحل ايا كان نوع الحل. في رئيس جامعه ساب قوات الشرطه او بارك لقوات الشرطه ان هي تخش الجامعه وتعتقل وتقتل الطلاب. ده دم الطالب ده في رقبته، زي ما حصل في جامعه القاهره. جامعه القاهره اخر طالب قتل في جامعه القاهره هو انس المهدي، اتقتل بامر مباشر من جابر نصار لقوات الامن الاداري. وشفنا طبعا الصور والفيديوهات على مواقع التواصل المختلفه. ده يعني دم الطالب ده في رقبته مباشره. اذا كان هو بيتنصل من دم ال8 طلاب الباقيين، احنا عندنا 9 طلاب مقتولين في جامعه القاهره، اذا كان بيتنصل من دم ال8 الباقيين ان هو الشرطه اللي دخلت ضربتهم او بيتنصل منهم، ده انت ضربه ده مقتول بالامر المباشر منك انت. فاللحظه دي هي لحظه توثيق واعداد وتوعيه. يعني اي حاجه بتحصل في الجامعه مثلا زي منع الصلاه في الزوايا والمساجد، انت لما تحاول توعي كل الوسط الجامعي من طلاب ومن اساتذه جامعه ومن اداريين ومن عمال، وتحاول توصل لهم بكل وسائلك الممكنه الضيقه، ده مطلوب جدا دلوقتي. لان التوعيه هي اللي فرقت جدا، التوعيه وعدم التوعيه هي اللي فرقت جدا فيما حدث من الانقلاب العسكري. لو الشعب ده كان عنده توعيه قويه ما كانش
رقص قدام اللجان وما كانش ساب الانقلابيين يقتلوا الناس وما كانش بيبلغ عن الناس. ففي جانب من التوعيه، في جزء من الشعب محتاج توعيه كبيره جدا، والوسط الجامعي هو جزء من الشعب. احنا عندنا تفاؤل شويه بالوسط الجامعي، ما شاء الله الطلاب يعني والشباب عندهم عزوف تام عن المشاركه في اي انتخابات، استفتاء وانتخابات قيادات جامعيه وانتخاب المجلس الشعبي الاخير. ففي توعيه، احنا بنحاول نعلي هذه التوعيه، بنحاول نعد الاساتذه الجامعه ونحافظ عليهم، اساتذه الجامعه الشرفاء، ان شاء الله في لحظه الحسم وان شاء الله قريبه، وان شاء الله يعني باذن الله هنتذكر كلنا الكلام ده، هتبقى قريبه. وكل الشرفاء في الجامعه هيحتاجوا الكتيب بتاع حركه جامعه مستقله. قبل ما يتعاونوا مع اي حد ان شاء الله بعد انفراج الازمه هيطلبوا الكتيب ده، مين اللي كان بيبلغ عن زمايله، مين اللي كان بيبلغ عن كذا، مين الشريف اللي كان بيعتقل في الوقت اللي كان كله خايف فيه، مين الشريف اللي كان بيقول رايه، مين المحترم اللي كان بيتكلم من العمداء الكليات مثلا، اللي هم احنا عندنا عمداء كليات طبعا يعني ازيحوا من مناصبهم. فان شاء الله ده الامل بتاعنا، وان شاء الله باذن الله كل ما بتضيق ربنا بيفرجها. وان شاء الله باذن الله يعني انا بحيي كل اعضاء التدريس الشرفاء اللي هم الى الان يعني متمسكين بالحق في ظل كل الظروف القمعيه في مصر، وبيقولوا كلمه حق بطريقه او باخرى كل واحد حسب يعني مقدرته. انا بحييهم ويعني بدعو الله ان هو يثبتهم، وان شاء الله باذن الله قريبا هيتم ازاحه الغمه دي، ونتقابل قريبا جدا في جامعاتنا، ويكون الاحصائيات اللي احنا قلناها دي دليل شرف لكل اساتذه الجامعه ان شاء الله، وتوثق في التاريخ. وان شاء الله باذن الله ربنا يرحم الشهداء من اساتذه الجامعه ومن الطلاب ومن كل المصريين، وربنا يفرج عن المعتقلين جميعا ويصبر يعني اهاليهم لحين رجوعهم، والمطاردين والمفصولين يعني ان شاء الله حقهم هيعود قريبا. واسال الله عليه القدير ان يعني يزيح الغمه عن مصر، وان يرحم جميع الموتانا، وباذن الله تعالى ان شاء الله على امل ان احنا نلتقي قريبا بنصر من الله قريب ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.